هذه اللحظات مباراة مشتعلة، ويعدي امامنا خيسي رودريجيز على طول كريم بنزيما، والمباراة بقت مفتوحة ولمسة يد على جوربيجي، والحكم قريب لكن اعتبرها ايه؟ لمس غير متعمد لقرب المسافة. كريستيانو رونالدو وفتوات بلباو امامنا هنا في هذه اللقطة. هذه امامنا اوتريسبي عايزين يحتكوا برونالدو، لكن رونالدو لازم يفوت عليهم الفرصة. بيلعبوا بقوة، بيلعبوا بشراسة الحقيقة نادي اتلتيك بلباو وفريق الباسك مدريد. يعني في حساسية سياسية. اتلتيك بلباو كان كابوس للنادي برشلونة عندما سجل مونياين اللي خرج هدف الفوز. تقدم خيسي لريال مدريد في الدقيقة 65، ثم عادل ايباي جامس بعد ثواني من نزوله، وحكم اللقاء ياسا جامس هيدي انذار لرونالدو، وبيستدعي اللاعب اوتريسبي امامنا، وايضا يستدعي رونالدو بطاقة حمراء ياسا جامس امامنا. ده لغز حكم المباراة، ده لغز حكم مباراة، الا بقى اذا كان تفوه ببعض الالفاظ ببعض الكلمات لحكم المباراة. وامامنا هو كان تسبب في ايقاف راموس في لقاء سيلتا فيجو بسبب بعض العبارات اللي قالها راموس، يعني قد تكون خارجة. وهنا حكم المباراة يعني يعطي في هذه اللحظات. شوف هنا بقى نجح لاعبي اتلتيك بلباو في هذه اللحظات بقى كما نتابع. هنا رونالدو بيطالب بركلة جزاء ولمسة يد، وامامنا هنا اوتريسبي يعني كان تورط معاه، ورونالدو دفع جوربيجي وجاله اوتريسبي، وامامنا هنا الكوره ويقول له بيمثل، وهو جاله هو ورصيه ودماغ وواحده بواحده، لكن اللي خد البطاقه الحمراء رونالدو يطرد في هذه اللحظات. كريستيانو رونالدو يطرد في هذه اللحظات من المباراه. لحظه صعبه قوي. ادي امامنا هنا شوف بقى كان طرد في نهائي الكاس العام الماضي. رونالدو صاحب ارقام قياسيه مع ريال مدريد، ولكن بقى هنا في وقت صعب قوي، في وقت صعب. شوف هنا بقى هو رونالدو دفع جوربيجي الحقيقه، واتلم لاعبي اتلتيك بلباو، واتريسبي امامنا هنا في هذه اللقطه امامنا اهو. شوف هنا بقى اتريسبي ورونالدو